السلام عليكم، معاكم طارق البدري. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفي في تي. ايه فايدته في العربيه؟ وايه الاعطال اللي بتترتب على اهمال صيانته؟ وايه علاقته بالبنزين؟ تابعوني بعد الفاصل. في الفتره الاخيره حصل تعديل لاسعار البنزين، وعايزين نتكلم على حاجات تحافظ بيها على العربيه تقلل في استهلاك البنزين. على سبيل المثال العربيات اللي بتشتغل بنظام الفي في تي. نظام الفي في تي ده دوره توفير في استهلاك البنزين وانت ماشي على السرعات البطيئه. بيخلي الكامات تتحرك، يعني بيحرك وضعيه الكامه، اسمها كامات المتغيره. الكامه بيبقى فيها ترس بيضاوي او حلقه بيضاوي بحجم معين على الوضع الطبيعي. دي هي دورها بتضغط على الكستبان او التكيه، فبيخلي الصباب يفتح بنسبه 100% في شوط السحب، فيدخل هواء للبست بنسبه 100%. في نفس الوقت على كامات العادم انه يخلي الكامه تضغط على الصباب يفتح بنسبه 100%، يصرف العادم كله. في عربيات بيركب لها منظومه الفي في تي على كامه واحده، وفي عربيات بيركب لها منظومه الفي في تي على كامتين. كل العربيات اللي بيبقى شغال فيها منظومه الفي في تي بيبقى مكانه اعلى الموتور اتجاه التروس بتاعه سير الكتينه، بيبقى تحت غطا التكيهات على طول، راكب في الوش السلندر تحت الغطا بتاع التكيهات في الشمال، عشان ناس كتير سالوني عن مكانه. الهدف منه توفير في استهلاك البنزين، في نفس الوقت بيتجاوب معاك في التسارع. على سبيل المثال دي اشكال في العربيه الفولكس فاجن التيروك او مواتير فولكس فاجن عامه، بيبقوا موجودين اعلى المحرك جنب بعض. في نفس الوقت في العربيه الام جي زد اس موجودين في نفس الفكره وفي نفس المكان. عربيه مثلا زي النيسان صاني او نيسان سنترا بيبقوا موجودين في وش السلندر، بيبقى راكب في وش السلندر على كامه الانتيك فقط، مش راكب على كامه الاكزوست، بل في في تي واحد. عربيات كيا وهيونداي وتويوتا كرولا او عربيات تويوتا بيبقى بل في الفي في تي واحد راكب في وش المحرك زي ما انا موضح كده، والتاني راكب على غطا التكيهات من فوق، ده بتاع كامه الانتيك. عربيات شيري تيجو 7 تيجو 4 الموتور ال 1500 عامه، بيبقى البلف واحد في وش المكنه والتاني في ظهر المكنه، بيحتاج يعني تبقى حافظ مكانه لو انت بتعمل له صيانه. في الموديلات الحديثه بلف الفي في تي ده اتلغى خلاص، يعني اتشاف ان هو بقى اعطاله اكتر. واحنا دايما شايفين في الميكانيكا كل يوم في تطور، اتحول من بلوف زيت لمواتير كهرباء. يعني على سبيل المثال في العربيه اللي قدامنا دي شانجان سي اس 55 بلس، راكب موتورين كهرباء واضحين على الكامات، فده بيسهل الحركه اكتر واسرع في التحكم من ضغط الزيت. هنا قايم على موتور بياخد حركته بتبقى اسرع، بيبقى استجابه الموتور افضل، توفيره في البنزين افضل. ده بالنسبه للديزاين الجديد اللي نزل للمواتير، وده اللي موجود دلوقتي في المواتير السمارت ستريم اللي نازله في كيا وهونداي. موجود في الموتور المشترك بين رينو وانسان، اللي هو الموتور المشترك بين رينو ومرسيدس اللي بينزل في الكاشكاي والاسترال والمرسيدس الاي 180. شركات كتير بقت بتشتغل بالنظام ده دلوقتي في العربيات الحديثه، وده في اخر الحلقه هنتكلم عن عيوبه ومميزاته. نيجي للي بيشتغل بضغط الزيت. اهم حاجه عشان تحافظ عليه لازم زيوت تخليقيه، لان الشبكه بتاعته ضيقه جدا. الزيوت المعدنيه مع درجات الحراره بتبقى تقيله، بتعمل رواسب. الرواسب دي بتشد الشبكه، بتخلي ضغط الزيت اللي داخل الترس قليل. طب لو ضغط الزيت دخل قليل بتلاقي الموتور بيخبط، تلاقي الموتور فيه صوت تكتكه جامد كأن صوت تكهات، ده صوت الترس ان الضغط مش واصل له مظبوط، بيقعد يخبط. وعلى سبيل المثال عندك العربيه اكتر عربيه متضرره من الموضوع ده الجيلي ميجراندي 7، دايما عندها مشكله في ترس الكامه، والكامه نفسها بتبوظ. ده لان اغلب اللي راكبين الجيلي ميجراند بيحطوا زيوت معدنيه، عشان اغلبها تبقى شغاله في النقل الذكي. العربيه بتعمل كيلومتر كتير، فلو يحط زيوت تخليقيه تبقى التكلفه عاليه قوي عليه، فكله بيلجا للزيوت المعدنيه. مع العلم ان هي برضو بتبقى اعطالها بتخلي العربيه فيها اعطال كتير، استهلاك بنزين كتير، وبيضطر انه يغير دايما ترس الكامه مع عمود الكامه بسبب موضوع الزيت. تاني حاجه الضغط الزيت لما بيوصل قليل، البلوف او الصمامات ما بتقفلش بنسبه 100% او بتفتح 100%،
فدايما العربيه على الصلانسيه بتلاقي في رجه في الصلانسيه، تلاقي العربيه بتدخن دخنه سوداء، استهلاك البنزين عالي قوي لان الصبابات مش حاكمه، ده يخليك الصباط مش حاكم مكانه. فدايما في بلو في الفي في تي لازم زيوت تخليقيه، لان الزيت التخليقي ده زيت مصنع. المواتير دلوقتي القدره الحصانيه بتاعتها عاليه وحجم الموتور صغير، فده بينتج حراره كبيره. فدايما المواتير الانجكشن بتبقى درجات حرارتها عاليه. يعني هحط لك مقارنه بسيطه ممكن نعمل عليها حلقه. عربيه مرسيدس الدبليو 134 اللي هي مرسيدس 200 اللي هي صورتها ورايا دي الموتور اللي بيشتغل بنظام الكربرتير كان 94 حصان. لما تحط في مقارنه مع الفيرنا هتلاقي الفيرنا 102 حصان. فموتور الفيرنا بيطلع قدره حصانيه اكبر من القدره الحصانيه اللي بتطلعها مرسيدس الدبليو 200 الدبليو 134، ودي عربيه 2000 سي سي ودي عربيه 1600 سي سي. بس في المقابل بتلاقي دايما موتور الفيرنا سخن جدا، ودايما الفيرنا من العربيات اللي بتجيب جوان وش سلندر. فدايما المواتير الصغيره بتبقى مواتير حاميه، درجات الحراره فيها بتبقى عاليه قوي. فلازم زيوت تخليقيه تستحمل الحراره العاليه، في نفس الوقت تقدر تزيت المكنه بسرعه ما تبقاش تقيله جوه المكنه. فالعربيات اللي بتشتغل بنظام الفي في تي اغلبها بتبقى الكتاين بتاعتها جنزير. فالزيت هنا بيبقى ليه دورين تاني زياده عن الدور الاساسي بتاعه اللي هو تبريد المكنه وتزييت المكنه. ان هو يضغط لك بلوف الفي في تي عشان خاطر يعدل وضعيه الكامات، وفي نفس الوقت هو اللي بيضغط جنزير الكتينه، بل في الكتينه اللي بيضغط الجنزير ويشد الكتينه ده بيشتغل بضغط الزيت. فالعربيات اللي بتشتغل بنظام الفي في تي وكتينه جنزير وتحط لها زيوت معدنيه دايما اعطالها بتبقى كتير، لما تفك المكنه بتلاقي قلبها اسود. فمشكله الفي في تي الزيت، وكل فتره 30,000 40,000 فكوا ونضفوا باي منظف انجكشن اللي هو بيشيل الدهون او التشحمات، ونظف مكانه وركبه. وفي عربيات تانية زي مثلا كيا وهيونداي بيبقى فيه طبه تحت الفي في تي على طول تحت البلف، الطبه دي بيبقى فيها مصفى كمان تبقى راكبه في وش السلندر، لازم تتفك كمان وتنضف وتركب. لازم حركه الزيت في العربيه تبقى سلسه. كل فتره الكارتيره من تحت حاول انك انت تطمن على مصفه الزيت بتاع ترمبه الزيت، عشان لما مصفه الزيت بتتسد ضغط الزيت بيوصل لبلف الفي في تي قليل، فده بيعمل حركه مش كامله لعمود الكمات، فيخليه يخبط ويسكع وتلاقي العربيه صوتها خشن وتلاقي العربيه مبرجله معاك في الصلانسيه زي ما اتفقنا وبتاكل منك بنزين. دي كلها اضرار بلف الفي في تي. هو مفيد جدا بيوفر بنزين، انما لو انت اهملته خصوصا في الزيت يبتدي يعمل معاك المشاكل دي كلها. طب دلوقتي التطور وصل ان هم حطوا موتورين كهرباء، فالمواتير الكهرباء دي وفرت عليك المشاكل اللي كان بيعملها الزيت. في نفس الوقت الحركه بقت منفصله، بقت حركه مباشره من الكمبيوتر للكامات على طول. هيساعد اكتر في توفير البنزين، وفي نفس الوقت هيقلل موضوع ان الصوابات ما تبقاش فاتحه او مش قافله او فتح جزئي، هيخلي لك قافله بنسبه 100%. اعطاله لسه لحد النهارده ما وضحتش، بس كلنا عارفين الاعطال الكهربائيه هي بس ممكن يكون موتور يتحرق او جهاز كشف اعطال ما يكونش لسه وصل يقدر يخش على المواتير دي يتعرف عليها، لان دي منظومه جديده، واجهزه كشف الاعطال اللي في مراكز الصيانه اغلبها لسه قديم، واغلبها اجهزه يونيفرسال ما بتبقاش داخله على كل منظومات العربيات، فهتبقى مرتبط شويه بالتوكيل عشان خاطر تعرف تصين المواتير دي لحد لما تبتدي الموضوع ينتشر ويبقى موجود في مراكز الخدمه الخارجيه. دي الفكره من بلوف الفي في تي، عشان لما باجي اعمل تقييمات على قناه كبيره واقول لعربيتي بتشتغل بنظام الفي في تي تبقى عارف ايه منظومه الفي في تي، وهل الموتور ده موتور عملي ولا مش عملي، هل العربيه دي تستاهل فلوسها ولا ما تستاهلش فلوسها، عشان خاطر تعرف انت بتشتري ايه او تاخد القرار المظبوط. ده كان كل حاجه عن منظومه الفي في تي. ما تنسوش تشتركوا في القناه الكبيره، اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ليك استفسار سيبولي في تعليق وان شاء الله ارد عليه، والسلام عليكم ورحمه الله.